في كل عملية حفر احنا مش لوحدنا، في عدو مستني تحت رجلينا بآلاف الأقدام. العدو ده اسمه الضغط الطبقي، الفورميشن بريشر. العدو ده ما بينامش، ما بيتعبش، ومستني غلطة واحدة مننا عشان يقتلنا كلنا. سلاحنا الوحيد مش المعدات، سلاحنا هو النظام، نسميه إدارة المخاطر، ريسك مانجمنت. أول قاعدة في الحرب: ما تغيرش الخطة في نص المعركة من غير ما تقول لجنودك. هنا بيجي دور المانجمنت اوف تشينج، الMOC. أي تغيير في الإجراءات حتى لو باين بسيط ده ثغرة ممكن تقتلك. عشان كده القانون واضح، أي تغيير لازم يتعمله تقييم مخاطر جديد، يعني New Risk Assessment. ومش كفاية إن المدير يوافق وخلاص، لازم كل واحد في الموقع يعرف بالتغيير قبل ما يلمس أي حاجة. التغيير اللي حد ما يعرفش بيه ده حكم بالموت. طيب إيه اللي منع الوحش ده إنه يطلع؟ مش حاجز واحد، ده نظام حواجز كامل اسمه بارير انفلوب. عندنا خطين دفاع. الخط الأول البرايمري، ده المض. طول ما ضغط المض أعلى من ضغط الطبقة العدو محبوس جوه. الخط الثاني السكندري، ده الBOP والكيسنج والأسمنت. دول الحواجز الميكانيكية اللي بتمنع التدفق لو الخط الأول وقع. بس خلي بالك، الأسمنت الوحش بين المواسير ده قنبلة موقوتة، ممكن يكسر الطبقة الضعيفة على طول، يعني الفراكتشر أتشو، أو يفرقع الماسورة الخارجية بعدين، يعني بيرست. الدروع المشروخة مش بتحمي حد. الحواجز الميكانيكية دي في الآخر آلات، والآلات بتخون. لو البايب رام فشل في اختبار الضغط معناها إن خط دفاعك التاني راح. تعمل إيه؟ تشد مساميره والضغط شغال؟ تحاول تصلح والوحش جاهز يهجم؟ ده جنون. حسب معايير API RP 53 ما تلمسش مسمار واحد قبل ما تنزل الضغط خالص. Release all pressure. اتأكد إن مفيش ضغط محبوس وبعدين صلح. الغلطة هنا هي الأخيرة. وقت التريبينج اوت، يعني لما بنسحب المواسير. احنا في اضعف حالاتنا، المواسير بتطلع ومستوى المض بينزل، العدو ممكن يتسلل بهدوء، ده اسمه سوابينج. عشان كده بنعمل حاجة ذكية، تشيك تريب. بنرجع للقاع ونضخ المض لفوق، يعني سيركليت باتومز اب. ليه؟ عشان نتأكد ان الخط الاول البرايمري كنترول لسه صامد وما دخلش غاز واحنا مش واخدين بالنا. في الآخر الحاجز الحقيقي مش الحديد ولا الأسمنت، الحاجز الحقيقي هو دماغك أنت. هو القرار اللي تاخده لما الخطة تتغير، ولما الاختبار يفشل، ولما البئر يهجم. إدارة المخاطر مش وظيفة، دي طريقة حياة. خلي بالك، كن مستعد وارجع بالسلامة. Beyond the surface lies the depth worth discovering. We don't just look, we drill deep. I am Ahmed Abu Zaid, and this is Deep Drill. Let's get into the details.